عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا حبايبي الحلوين إن شاء الله هنعمل جلاش بالكبدة، إن شاء الله يعجبكم. وما تنسوناش في الاشتراك في القناة وتعملوا لنا شير ولايك. أول حاجة هنجيب الصينية ونحط لها زيت أو سمنة براحتكم، يعني الحاجة اللي تختاروها. وبعد كده نحط الكبدة، نحط الكبدة ونقلب. حبات بصل نعنين ونحطهم على الكبدة، نقلبهم، وفلفل وطماطم، نقلبهم كلهم مع بعض. ونحط معلقة ملح، كزبرة، حبهان، كمون، فلفل أسمر. نقلب الصينية كويس عشان ما يلزقش. بعد كده نحط رقين، ما نحطش رق واحد في الأول، نحط رقين ورق تاني كده. معلش الصينية كبيرة عشان عندنا عزومة النهاردة. بعد كده نحط لبن على زبدة عشان ندهن بيه الرق ورق. لبن مع الزبدة عشان يكون مورق كده وحلو. ندهن كده، ندهن باللبن والزبدة بيكون مورق وجميل خالص. أول طبقة بس نحط رقين، بعد كده راق وراق. نحط راق كده، وحتى لو كان مقطع مش مشكلة، مش بيبان. وندهن بين الراق، ندهن عليهم رقاق. بعد كده نحط راق تاني وندهن باللبن والزبدة. اللبن والزبدة ده حلو خالص، بيخليه مورق في النص. ما نحط الزبدة بس، نحط لبن وزبدة. بعد كده نحط الكبدة، نوزعها كويس. ما ينفعش، هقول لهم الحط ده. بعد كده بعد ما وزعنا الكبده كده كويس، نحط رق الجلاش، نحط رق تاني حتى لو اتقطع مش مشكله. وبعد كده ندهن بالزبده واللبن. هنقطع الصينيه، ممكن تقطعيها مربعات او مسلسلات على حسب ما تحبي يعني. نقطع الجلاش مربعات، او ممكن تقطعيها مسلسلات. نقطع الصينيه مربعات. عاد الفقر اللي جاي. نقطع الصينيه مربعات. نحضر بيضتين، نحط عليهم فلفل اسمر، ونحط لبن، نحطه على الجلاش. في حاجة
وده شكل صينية الجلاش بعد ما طلعت، بسم الله ما شاء الله. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بالشير واللايك، واشتركوا في القناة، واستنونا في وصفة تانية في رعاية الله.